كيكة تمر في 20 دقيقة بس، بدون دقيق أبيض، بدون دقيق قمح كامل، وكمان بدون شوفان، وبجد هشة وطرية وطعمها يجنن. يلا نشوف الطريقة والمكونات مع بعض. استخدمت هنا 3 حبات من تمر المشدول، ولو هتستخدموا تمر عادي استخدموا 5 حبات. هضيف ليها بقى هنا نص كوب من الحليب المغلي، هسيبها بس كده 3 دقايق وهضربها هنا بالهاند بلندر أو بالخلاط. هنضيف ليها بقى بيضة وقرفة وشوية من الفانيليا، معلقة كبيرة من زيت الزيتون، 4 معالق من أي دقيق صحي تحبوه. أنا استخدمت هنا دقيق الدخن، ودايما بتسأل ليه بالذات دقيق الدخن؟ لأنه غني بالفيتامينات والمعادن، وفيه مغنيسيوم وبوتاسيوم وكمان مضادات أكسدة، ده غير إن هو مشبع جدا، مليان ألياف، وكمان مفيد جدا للمعدة والهضم. هضيف ليه بقى معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ربع معلقة من البيكنج صودا، ومفيش اسهل من كده. هنخلطهم وزي ما انتم شايفين ده القوام المناسب. حبيت اضيف ليها هنا شويه من الجوز او عين الجمل المجروش، وعندي هنا بقى قالب بطنته بشويه من زيت الزيتون، وهضيف ليه الخليط. ينفع نوزع الخليط في 3 كوبايات صغيرين او 3 قوالب صغيرين. هندخلها بقى فرن مسخن مسبقا، هتاخد منكم من 20 ل 25 دقيقه. ولما خرجت زينتها هنا بدبس التمر عملته في البيت، وشويه من الجوز او عين الجمل، وبجد ريحتها وطعمها يجنن. كل تفاصيل الوصفة هسيبها مكتوبة أسفل الفيديو، جربوها وبألف هنا وشفا مقدما.